قصة حبس زوجة حسام حسن المدير الفني للكرة المصرية دانا. في الوقت اللي كان حسام حسن بينشر فيه احتفال بذكرى 30 يونيو على صفحته، كانت دانا بتنشر على صفحتها عدد من البوستات التي تنتقد فيها أوضاع البلد، وتنشر بوستات معارضة أو عدم رضا عن الوضع الحالي للبلد، وتسخر من الرئيس ورئيس الوزراء، مما تسبب في حملة ضدها من الناس على السوشيال ميديا. وهي كانت نزلت فيديو وقالت فيه انا مش بنت حسام، انا مراته التانية شرعي. ورجعت قبل كده بعد كده نزلت فيديو قالت احنا انفصلنا من اسبوعين ورجعنا تاني. ثم بعد تشهير هذه البوستات تم الانفصال مرة اخرى. هل ده بسبب توجهاتها الغير متوافقة مع توجهات حسام حسن، ولا في أسباب أخرى؟ وده اللي هنعرفه الأيام الجاية. وتم حبسها، وجهات التحقيق أفرجت عنها بكفالة مالية، وده طبعا بعد بلاغات ضدها وأسئلة من الناس، انت ازاي كده متسابة من المؤيدين طبعا للبلد والمؤيدين للرئيس، انت ازاي متسابة كده، وبلاغ ضدها ده اللي خلاها تتحبس. ولكن هي افرجوا عنها بكفالة مالية، والايام الجاية ان شاء الله نعرف ايه باقي التفاصيل.